بجد الفانوس ده من أحلى الفوانيس اللي ممكن تتعمل من أعواد الشيش طاووق وبس. الأول بجهز الأعواد كده، بقص الجزء المدبب اللي بيكون فوق، وبعدين بحب أصنفرها عشان يكون شكلها مظبوط. القاعدة بقى بتاعة الفانوس في أكتر من فكرة. أنا استخدمت الجزء ده كان بتاع كشاف. أخدت الجزء ده كده، هو زي أكريليك شفاف وخفيف. ممكن نستبدله بقى بقطعة كرتون بالمقاس اللي احنا عايزينه، وعلى حسب قطر الجزء ده هقص قطعة كرتون تانية تكون بنفس المقاس وهفرغها من جوه بحيث يكون سمكها 1 سنتي. والقطعتين دول ممكن استبدلهم بطارة تطريز، هي بتبقى قطعتين كده وهتكملوا معايا بنفس الخطوات. الأول هنثبت في القاعدة 3 أسياخ كده في كذا مكان متفرقين، وبعدين هثبت قطعة الكرتون من فوق كده. هتأكد انها مظبوطة والأعواد تكون مستقيمة مفيش أي ميل عشان أكمل الباقي بنفس الشكل ويكونوا مظبوطين. وبعدين هبدأ أثبت أعواد الشيش طاووق جنب بعض كده من فوق ومن تحت، ونحاول نخلي المسافات بين كل واحد والتاني قد بعض عشان الشكل يكون حلو. وفي التثبيت أنا استخدمت مسدس الشمع وكان كويس جدا، والفانوس كان متماسك. هنكمل بقى بنفس الطريقة لحد لما نخلص خالص. هيكون بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل الجزء اللي فوق. قصيت كرتونتين على شكل دايرة متفرغة من النص كده. الدايرة الكبيرة هيكون نص قطرها 6 سنتي، واللي جوه 5 سنتي. هاخد الأول قطعة منهم وهثبت على محيط الدايرة كله من جوه كده قطع من أعواد الشيش طاووق طولها حوالي 4.5 سنتي. هثبتهم بالشمع على حرف الدايرة اللي جوه كده، وهخلي برضو المسافات بينهم متساوية لحد لما اخلص الشكل كله. دلوقتي هبدأ أعمل زي ما عملت في جسم الفانوس. هبدأ أثبت كام عصاية شيش طاووق كده طولها 10 سنتي على حرف الدايرة من بره، وبعدين من فوق هثبت الكرتونة التانية، وهبدأ أثبت الباقي بنفس الطريقة من فوق ومن تحت. ومن تحت بثبتهم بين كل عصايتين بالشكل ده لحد لما أخلص الجزء ده كله. وده هيبقى شكله. هبتدي بقى أثبت القطع دي على جسم الفانوس بالشكل ده، وبرضه هستخدم مسدس الشمع. وعشان اداري الجزء ده هثبت حبل خيش على الدوران كله كده. وشوية اضافات بقى حبيت اعملها، جبت حلقة الستارة دي وشلت الجزء اللي بيكون من فوق ده، وهلف عليها خيط خيش رفيع، ودي هحتاج منها 2. هثبتهم من فوق كده على الكرتونة بالشمع. وبرضه هداري الجزء ده وهلف عليه حبل خيش من بره ومن جوه كده على الجزء الكرتون اللي باين ده. ربطت بقى خيط خيش كده رفيع على ايد من الاتنين دول، ومن الطرف الخيط التاني دخلت خرز خشب. هدخل كده العدد اللي انا عايزاه عشان اخلي الايد تبقى بالطول اللي انا عايزاه برضو، وبعدين هربط الخيط في الحلقة التانية. هو بس كده خلص. بصوا بقى على الشياكة، شكله حلو جدا. وممكن بقى نحط فيه اضاءة كده من جوه، بجد شكله شيك قوي. ممكن بقى نحطه زي ما هو كده لوحده قطعة ديكور، او ممكن لو عايزين نعمل طقم مثلا نعمل كمان 1 أو 2 كمان نفس الشكل بس بمقاسات واطوال اقصر شوية، ونحطهم كده جنب بعض هيبقى شكلهم تحفة. والحلو فيه كمان اننا ممكن نستخدمه مع اكتر من ستايل ديكور مش بس في رمضان. هستنى بقى رأيكم.